في ليلة هادئة تسلل لص إلى بيت سيدة عجوز، واختبأ داخل خزانة خشبية ينتظر أن تنام ليسرق ما تجود به الأيام. لكن العجوز وكأنها في سباق مع الزمن جلست أمام مرآتها تمشط شعرها الأبيض الطويل. ساعة ثم ساعة ثم ثالثة، واللص المسكين داخل الخزانة يتصبب عرقاً، يتململ ويكاد يختنق. أخيراً استسلمت العجوز للنوم. خرج اللص على أطراف أصابعه وبدأ رحلة البحث. فتح الأدراج، قلب الصناديق، رفع الوسائد. لا شيء، لا مال، لا ذهب، ولا حتى قطعة مجوهرات بسيطة. كل ما وجده هو بيت متواضع مليء بالذكريات. وقف اللص مذهولاً ونظر إلى شعرها الذي أمضت ساعات في تمشيطه وقد أصبح الآن منكوشاً بعد نومها. وفي لحظة غريبة وبدلاً من السرقة مد يده وبعثر شعرها أكثر ثم هرب ضاحكاً. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وكن معنا للضحكة القادمة.